ايوه ابويا يا انس، ابويا. من اول ما دخلت الشقه وانا شايف صوره ابويا، مش عفريت عم جورج. قلبي بيتعصر في صدري زي الليمونه. لا انا قادر انسى كلامه واكسر الوعد اللي قطعته، ولا قادر في نفس الوقت اكسر بخاطركم وافسد عليكم فرحه الفلوس. مش عارف اعمل ايه. كنت بتمنى الارض تشق وتبلعني عشان اخلص من الحيره دي. وافتكرت الكلمتين اللي نطقهم ساعه الموت. شقه عمك جورج يا عبد الله امانه في ايدك انت. راعيها يا عبد الله، احرسها له وحافظ عليها لحد ما يرجع يا عبد الله. باذن الله هيرجع لبيته مهما طال الزمن، لحد ما انتبهت على صوت توحى. باشمهندس يا باشمهندس، باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم. ايه خير؟ في ايه؟ تعالى افتح لي الغرفه علشان انضفها. يا سلام، ده انت عايزه مساعد يعني ولا انت عايزه ايه؟ بصراحه كده بالامانه من ساعه ما دخلت المخروبه دي وانا شيء الهي كده حاسه انها مسكونه. مسكونه؟ يا بنتي بطلي الكلام الجهل ده. كلام مسكونه مسكونه ده كلام. والله فكرة متخلفة، فكرة مش عاوزة. اتفضلي، ما عندناش مساعدين. يا سلام قولا من رب الرحيم. فكرة صح قوي. بم. الفكرة نطت في دماغي زي الطلقة. جريت على المكتب وخدت شوش وسومة معايا. شغلت التراك اللي عندي بعد ما زرعت سماعة ومايك صغير في شقة عم جورج. بابا انت بتتكلم بجد؟ هو ده يعني وقت هزار مثلا؟ هتسمعوا من نفسكم عشان تصدقوا. والسلم نايله في نايله وين عتبه جزاز احنا هنخليها عتبة سودة على دماغك يا ست توحى. يا لهوي ده طلع بجد. معايا ولا؟ لا طبعا معاك يا عبد. وطي صوتك لأمك تسمعها. أنا مش مسؤول. طيب انتوا بقى هتقعدوا هنا بحجة انكم متوترين من موضوع ايجار الشقة تاني، اوكي؟ وكأنكم هتقعدوا تسمعوا مزيكا. وهنسمع مزيكا؟ لا يا حبيبتي احنا نسمعهم هم صوت العفاريت. برافو عليكي. يلا بقى افرجك على ذبحتي حاجة صغيرة ولا كمان يا عبد الله. ايه ده؟ في ايه؟ كمان هتدخلهم اوضتي وهتنيمهم على فرشتي. ده صوت عم جورج. يا مصيبتي الحقيني يا ابله. خشي بالمؤثرات بسرعه. بس اخواتك هيسمعوا. متخافيش، هما في الأوضة وقافلين على نفسهم. والله مهما حصل انا مش ممكن اعرف ان الناس دي يحصل لها حاجه. دي على جثتي. الناس تسبها ايه؟ يا عم جورج ولا كلمه زياده. ربنا شايف قلوبكم وهو اللي هيحاسب.